عليكم حبيباتي، مع كاطو افراح 25 مرحبا بكم. اليوم جبت لكم غولي بطاطا يا البنات. واش نحتاج فيه نص كاس ماء مع فرماج كميه مليحه النوع اللي حبيتي. انا هنا ميكسيتو خليته ابار. راح تحتاجوها وراح تستغناو على كريم فريش في بلاصه هاد الكريمه. هنا جبت الصدر تاع الدجاج، كنت انا قليته كما من قبل وقطعته كاريات رجعته للمقله اللي قليته فيها، حطيت فيه لا كريم تاعي هذيك اللي كنت وجدتها من قبل، ضفت له هنايا الفلفل الاسود وايضا تابل الدجاج، خلطتها مليح وخليتها ابار. جبت لي ريسبيون تاعي انايا، حطيت فيها 3 بيضات وشويه تاع الدبشه، زدت لها شويه تاع ملح وما نزيدلهاش بزاف الملح، نزيدو غير شويه برك اضافه، نخلطها مليح ونحطها ابار. نجيب بلاطو تاعي كنت حطيت فيه انا ورق الشفاف وشويه زيت دهنتو به. وهنايا حبيباتي انا بديت نوجد في البطاطا تاعي كنت انا قشرتها غسلتها مليح وقطعتها دوائر كيما راكم تشوفوا فيها، وبديت نستف فيها في هذاك البلاطو تاعي. هاد البطاطا هذيا راح نستفها بالشكل هذايا، لازم نغطي بها البلاطو تاعي كامل ونستفها فوق بعضها بشوي بشوي فوق بعضها هكا، بعد تجينا طريقه سهله كي نجيو نقلبوه. ما ننساش نقول لكم باللي البطاطا فقط انكم ما تقليوهاش بزاف، قليوها غير نص برك باش هكذا كي تجيو تروليوها تبقى لكم طريه وما يتكسر لكمش الغولي نتاعكم. بعد ما كملت البطاطا تاعي كامل استفتها في هذاك البلاطو نتاعي حبيباتي، حطيت لها هذاك البيض اللي كنت درته مع الدبشه، حطيته عليها كامل صبيته ودخلتها فورا للفرن. بعد ما دخلتها للفرن طابت لي غير برك يجمد لي هذاك البيض لانه البطاطا راهي طايبه. خرجتها من الفرن كيما هكا، خرجتها من الفرن وليت حطيت لها هذاك الحشو اللي كنا وجدناه بالدجاج والكريمه. حطينا هذاك الحشو تاعنا كامل كيما شفتوا حبيباتي، وراهنا راح نبدا نروليها ونحطها في صحن يكون طويل، ونحط لها الكريمه من الفوق اللي بقات لي. انا هنا حطيت لها شويه تاع الدبشه وشويه تاع فرماج غابي وقطعتها، دقتها رائعه جدا لذيذه وراحين تحتاجوها لشهر رمضان. سجليها حبيبتي حتلقيها في شهر رمضان. ما تنساوش البنات بجام كومنتير، ما تنساوش بدعمكم للصفحه حبيباتي، وسلام.